احتفلت الإسكندرية بعيد الثورة 11. احتفلت بيوم 26 يوليو، اليوم الخالد في تاريخها، يوم تخلصت البلاد من رمز الفساد والطغيان. وفي مساء يوم 26 يوليو التقى الرئيس جمال عبد الناصر بالشعب العربي في الإسكندرية عند ذهابه إلى الملعب البلدي لحضور الاحتفال الذي أقامته محافظة الإسكندرية. خرج الرئيس جمال عبد الناصر في سيارة مكشوفة وبصحبته المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والسيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية. واخترق الموكب شوارع الإسكندرية التي احتشرت بالآلاف من الجماهير التي أخذت تهتف بحياة الرئيس جمال عبد الناصر قائد الثورة العربية ورسول السلام. وكان الرئيس يرد تحية الجماهير الصادقة الصادرة من أعماق القلوب. واحتشرت شرفات المنازل بالأهلين الذين أخذوا ينثرون الورود على موكب الرئيس جمال عبد الناصر. وكانت الطرقات مزدانة بأقواس النصر وأعلام الجمهورية العربية المتحدة واللافتات التي كتبت عليها عبارات الترحيب بمختلف الشركات والمؤسسات. وسط هذه الحفاوة البالغة وصل الركب إلى الملعب البلدي، وهناك استقبلت الجماهير المحتشدة الرئيس بالهتاف والتصفيق. وتصدر الرئيس المنصة الرئيسية يحيط بسيادته ضيوف الجمهورية العربية المتحدة ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة. وبدأ الحفل بكلمة من السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية تحدث فيها عن الثورة البيضاء وما حققته من أهداف كبرى في جميع الميادين، كما تحدث عن الاتحاد الاشتراكي العربي من حيث هو تنظيم شعبي يكفل الحرية ويحقق الديمقراطية ويمثل الرقابة الشعبية لتحقيق الاشتراكية الحقيقية. ثم وقف الرئيس جمال عبد الناصر وألقى خطابا سياسيا هاما فتحدث عن السياسة الداخلية والسياسة العربية. وأعلن الرئيس أن مجلس الأمة سوف يجتمع في شهر نوفمبر القادم، وبعد انتخابات مجلس الأمة ستبقى المجالس الشعبية في المحافظات ثم في المدن والقرى، وبذلك يتم تكوين القواعد الشعبية التي حمت الثورة من أول يوم، وبذلك نكون قد حققنا ديمقراطية كل الشعب وليست ديمقراطية الرجعية وتحالف الإقطاع ورأس المال. ثم قدم شباب الإسكندرية استعراضات رياضية مختلفة في مهرجان الشباب السنوي. وفي اليوم التالي شهد الرئيس جمال عبد الناصر الاحتفال بتخريج الدفعة 15 من طلبة الكلية البحرية بالإسكندرية، وقد وصل سيادته وبرفقته المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد العام للقوات المسلحة. وكان في استقبال السيد الرئيس الفريق علي عامر والفريق محمد صدقي محمود والفريق سليمان عزة. وعزفت الموسيقى السلام الوطني وأدى التحية حرس وشرف من طلبة الكلية البحرية. وبدأ الحفل بمرور الطلبة في هيئة عرض أمام السيد الرئيس يتقدمهم حملات الأعلام. وقد حضر الحفل السادة نواب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الرئاسة وبعض ضيوف الجمهورية العربية المتحدة والوزراء وقادة القوات المسلحة وكبار الشخصيات. وسلم السيد الرئيس خريجي الدفعة 15 الشهادات والميداليات. ثم ألقى الرئيس جمال عبد الناصر كلمة في هذه المناسبة قال فيها: تستطيع القوات المسلحة أن تفخر لأنها حرست الأهداف الكبرى، حرستها بالدم والروح، ومكنت الشعب كله من أن يبني وأن يطور حياته من أجل الحاضر ومن أجل المستقبل. وفي المساء استقبل الرئيس جمال عبد الناصر في قصر الصفا الوفد الجزائري ضيف الجمهورية العربية المتحدة في عيد الثورة 11،
وقد مر الرئيس على أعضاء الوفد الجزائري العسكري فصافح أفراده مبديا اقتباطه بهذا اللقاء. وقد حضر هذه المقابلة المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية، والسيد فتحي الشرقاوي وزير العدل وسفير الجزائر في القاهرة. وتحدث الرئيس إلى أعضاء الوفد فحيا كفاح الجزائر المناضلة، وقال إن الشعب العربي كان ينظر بفخر وإعجاب إلى كفاح شعب الجزائر المجيد، وإن العالم يتابع باهتمام مرحلة البناء التي يقوم بها الشعب الجزائري، ولقد وقفنا مع شعب الجزائر في مرحلة كفاحه، ونحن نقف الآن بجانبه في مرحلة البناء. وفي اليوم التالي استقبل الرئيس جمال عبد الناصر بقصر الصفا الوفد اليمني ضيف الجمهورية العربية المتحدة في عيد الثورة، وقد مر الرئيس جمال عبد الناصر على أعضاء الوفد مصافحا إياهم ومرحبا بهم. وقد شهد هذه المقابلة السيد المشير عبد الحكيم عامر نائب رئيس الجمهورية والسيد أنور السادات عضو مجلس الرئاسة. وفي المساء حضر الرئيس جمال عبد الناصر الاحتفال الذي أقامته جامعة الإسكندرية ابتهاجا بعيد الثورة، وكان في استقبال الرئيس السادة نواب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء وأساتذة الجامعة. وفي داخل الدار استقبل الرئيس جمال عبد الناصر أعضاء البعثات الدراسية لجامعة الإسكندرية والذين حصلوا على درجات الدكتوراه والماجستير في العام الماضي، وكان الرئيس يصافحهم مشجعا إياهم. وفي داخل الدار انتقل الرئيس إلى حدائق الجامعة فاستقبل سيادته بالهتاف والتكريم. وتصدر الرئيس المكان يحيط بسيادته ضيوف الجمهورية العربية ونواب الرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة والوزراء. وألقى الدكتور علي شعيب مدير جامعة الإسكندرية كلمة قال فيها إن الخطوة الكبرى يا سيادة الرئيس التي جاءت على يديك هي ديمقراطية التعليم، إذ أصبح التعليم ملك لجميع أبنائنا دون قيد أو شرط. إن هذا القرار الذي اتخذتموه في العام الماضي هو الركن الركين للديمقراطية التي تقيمون بناءها. وتكلم الرئيس فقال إننا نريد أن نتوسع في جميع ميادين البحث المختلفة، نريد أن نبدأ في بحوث اجتماعية وفي بحوث عربية من أجل التوعية العربية لكي نجد الحل الصحيح في أزمة الوحدة العربية، فإن الوحدة العربية تمر بأزمة بسبب العناصر الانتهازية. وقال الرئيس لقد أعطتنا الجامعات في هذه السنوات، أعطتنا البشر الذين نبني بهم في كل ميدان، في الميدان الزراعي وفي الميدان الصناعي وفي الميدان الإنساني. ولم يكن هذا فقط هو ما أخذناه من الجامعات، ولكن كان هناك أيضا الدرع الواقي، درع من القومية والوطنية والأخلاق. ونحن نبني المجتمع بالعلم والأخلاق، وبالعلم والأخلاق نستطيع أن نذيب الفوارق بين الطبقات وأن نقيم مجتمعنا. وبمناسبة عيد الثورة 11 افتتح السيد الدكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة والإرشاد القومي مصنع الاسطوانات بجهة باكوس بالإسكندرية، ويعتبر هذا المصنع أكبر مصنع للاسطوانات في الشرق الأوسط. وقد حضر الحفل السادة المهندس صلاح عامر رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والسينما، ويحيى أبو بكر ورشاد مراد وكيل وزارة الثقافة والإرشاد القومي، وكبار رجال الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات ورجال الصحافة. وطاف السيد الوزير بأقسام المصنع المختلفة، وأبلغ سيادته جميع العمال والموظفين تحية الرئيس جمال عبد الناصر الذي وضع بنفسه تخطيط هذا المصنع، والذي أشار بأنه يجب ألا يكون هناك إقطاع في الثقافة، ولا بد أن تكون الثقافة للشعب العامل الذي كد وكافح من أجل بناء وطنه. ومما يذكر أن إنتاج هذا المصنع سيبلغ 1,000,000 اسطوانة في العام، ثمن الاسطوانة 25 قرشا. وقد أعلن المهندس صلاح عامر في حفل افتتاح المصنع أن هناك عروضا من الخارج لطبع اسطوانات في المصنع العربي الجديد، كما أعلن أن الاسطوانات ذات الصوت المجسم سيتم إنتاجها في عيد الثورة القادم بإذن الله.